ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ في بنوتة بتقولي ليه كل لما احس اني اتشفيت برجع اتعلق تاني واتعب تاني واحس اني ولا عملت حاجة. ده اكتر احساس بنعدي عليه واحنا بنشتغل على نفسنا. فتعالي اقولك ليه ده بيحصل وازاي نعدي منه من غير ما تنهاري. اول حاجة التشافي مش خط مستقيم، اللي بيشتغل على نفسه لازم يعرف اننا مش ماشيين في الطريق مفروش ورد. احنا بنمشي ونرجع ونلف وكل مرة بننضف طبقة اعمق. الرجوع مش سقوط، الرجوع تذكير. كل مرة تحسي انك وقعتي افتكري ربنا رجعك عشان تعالجي حاجة كنتي ناسياها. تعالجيها مش عقاب، ده تنظيف. الخوف من الرجوع أصعب من الرجوع نفسه. اللي بيتعبك مش انك رجعتي تتعلقي، اللي بيتعبك انك بتجلدي نفسك في كل مرة ترجعي خطوة. احضني نفسك بدل ما تهاجميها، واستقبلي اللحظة بدل ما تهربي منها. اسألي نفسك ببساطة أنا حاسة بإيه دلوقتي، واكتبي اللي جواكي بصوتك من غير حكم. واعرفي إنك في مرحلة إعادة برمجة. يعني إيه؟ يعني تتعلمي تمشي بطاقة جديدة. فكل شوية عقلك بيجرب ويرجعك للطاقة القديمة وانتي بتقوليله لأ أنا اتغيرت. ما تقارنيش نفسك بنسختك المثالية. أوقات بنضغط على نفسنا عشان نكون أقوى، أسعد وأنضج، بس خدي بالك حتى الشجرة الكبيرة بتقع منها ورقة. يعني عادي لما تقع منك دمعة. كل مرة بترجعي فيها بتفهمي أكتر، كل رجوع بيكشفلك حاجة جديدة. نظرة، ذكرى، اعتقاد، وده اسمه عمق مش فشل. واعملي طقوس صغيرة ترجعلك التوازن. وضوء بنية أغسل التعب، سورة الضحى اقرأيها، نفسي 3 مرات ببطء وقولي أنا لسه في الطريق ولسه في رحمة. واكتبي 3 حاجات بتحبيها في نفسك دلوقتي، ورددي معايا الجمل دي دلوقتي. أنا مش رجعت، أنا دخلت أعمق. أنا مش فاشلة، أنا ما اتعلمتش الحتة دي. أنا مش تايهة، أنا ماشية ببطء وده كفاية. وأهم حاجة ما تقطعيش الطريق، اللي بيكمل بيوصل. حتى لو بيمشي ويقع المهم ان كل مرة تقوميلها تاني حتى لو بخطوة واحدة. انتي مش نقطة البداية، انتي نسخة متطورة. حتى لو رجعتي لنفس الموقف مش نفس النسخة اللي بتعدي منها. دلوقتي عندك وعي أكتر وطاقة مختلفة ونوايا أعمق.